صرخت الفتاة طالبة النجدة، وعندما وصل الإطفاء وجدوا الأخت الصغيرة مستلقية وجسدها العلوي مغطى بالجبس. تبين أن الأخت الكبرى أقنعتها لتكون عارضة لتمثال صدر، لكنها نسيت دهن الزيت فالتصق الجبس بها. استخدم رجل الإطفاء إزميلا وطرق على الجبس، فبدت الفتاة تتألم. توقف فورا وقالت إنها تشعر بسخونة في جسمها. فهم المسعف أن هيدروكسيد الصوديوم بالجبس تسبب بحروق كيميائية، ولازم إزالة الجبس بسرعة. لحسن الحظ رجال الإطفاء كانوا خبرة، غمسوا الفتاة في الماء، وبعدما صار الجبس أطرى أحدثوا ثقوبا في الجبس وصبوا الزيت لفصله عن الجلد. قالت الفتاة إنها لم ترغب في مدرسة الفنون ولا أن تصبح عارضة، لكنها لم تعرف كيف ترفض أختها. هذه المرة قررت أن تتعلم الرفض. رجال الإطفاء فتحوا شقوقا في الجبس واستخدموا إزميلا لفصله بنجاح. تنفست الأخت الكبرى السعداء لرؤية أختها بخير، ثم طلبت منها إعادة التجربة. تعجب نساء الإطفاء وقالوا: آنسة، هل أنت جادة؟ فردت: نعم، مشروعي يسلم غدا، ونصف علامتي يعتمد عليه. لا تمانعين، أليس كذلك يا لينا؟ فأجابت الأخت الصغيرة: نعم بالتأكيد.